السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاية أفكركم وفكرني بكلمتين بس صغيرين، والتفكير البسيط دوت هيساعدنا إن احنا نتقبل الحياة شوية. افتكر إن المذاكرة مش سهلة ومجهدة، بس في نفس الوقت الإهمال والمراكمة بيقتلوك. ولو اتكلمنا عن الشغل فأكيد الشغل بيهلك صحتك وبيتعبك، بس برضه افتكروا إن الراحة والفراغ مرهقين نفسيا جدا. العلم صعب والجهل برضه صعب. الانتظام في الصلاة والعبادة وحفظة القرآن حاجة مش سهلة ومحتاجة ضبط نفس كبير، بس برضه اللي ما بيصليش ومش ملتزم مش حاسس براحة، والإحساس بالذنب بياكل فيه كل يوم. وإنك تسيطري على شهوتك في الحجاب والزينة وكل الكلام دوت حاجة مش سهلة ومحتاجة إرادة قوية. بس افتكري إن الفئة اللي غرقانة في الذنوب برضه ضميرها مش مريحة ومش مرتاحة. إنك تبقى منتظم ماليا وبتدفع كل حاجة أوام أوام حاجة أكيد مش سهلة وبتاخد من صحتك جامد. بس افتكر برضو إن الديون مميتة. إنك تختار مستقبلك وحياتك في وسط ناس مغيبين على الحاجات دي والكلام ده كله مش هاممهم وتنعزل بعيد دي حاجة مش سهلة، بس انت لو سلمت نفسك للحياة الاجتماعية برضه هتفضل قاعد للقيل والقال وساعتها مش هتبقى مرتاح. ولو قلنا إن الجواز والمسؤولية صعبين فالوحدة برضه حاجة مش سهلة ومتعبة. إنك تطور نفسك وتضحي بحاجات علشان تطوير نفسك حاجة هتاخد من عمرك، بس برضه لو سبت نفسك وأهملت فيها هيدمرك. فافتكروا دايما إن مفيش حاجة مريحة، احنا جايين عشان نختار ما بين الصعب والصعب مش الصعب والمريح. فانت اختار صعبك هيبقى ايه. وربنا خلقنا بحرية الاختيار عشان احنا ببساطة اتخلقنا مخيرين ولسنا مسيرين. افتكر دايما ان الدنيا مش دار راحة ابدا، وافتكر الآية اللي في سورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد يعني انت مش هتقعد، انت هتقعد تشقى 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 حتى لو ما بتعملش حاجة، فانت دماغك متسلطة عليك عشان تتعبك. وبرضه اختيار الراحة هيخليك لا ترتاح دنيا ولا آخرة، بس اختيار انك تتعب وتشقى عشان كل ده لوجه ربنا اكيد هتتعب، بس انت عارف في الاخر ان في اخرة هتتعوض فيها، فلازم تحسنوا الاختيار حتى لو كان صعب.